مصر بقت في حالة من الفوضى، وده كله ليه؟ بسبب الصراع على السلطة. بس هنا ما كانتش على الخليفة ولا الحاكم، كان هنا على منصب الوزارة، لأن الخليفة أو الحاكم ملوش أي 30 لازمة، واللي كان متحكم في كل حاجة هو الوزير. بس يا ترى مين هما اللي كانوا بيتخانقوا على منصب الوزارة؟ وإيه علاقة ده كله بصلاح الدين الأيوبي وقيام الدولة الأيوبية؟ وإزاي صلاح الدين بقى أعظم قائد عسكري عرفوا التاريخ؟ كل ده هنعرفه أكتر في حكاية جديدة من حكايات عبر الزمن. الدولة الأيوبية بدأت وانتهت في أيام الحروب الصليبية، تنسب لنجم الدين أيوب واللي هو أبو صلاح الدين الأيوبي. طب إيه اللي حصل ومين أصلهم؟ في اختلاف كتير، في اللي قالك إن هم أكراد وفي اللي قالك إن هم عرب. المهم إن نجم الدين الأيوبي هو وعيلته دخلوا في خدمة القائد الكبير عماد الدين زنكي، وبعدين في خدمة ابنه نور الدين محمود. عملوا حركة جهاد كبيرة ضد الصليبيين، ويعرف إن هدفه مش هيتحقق إلا لما يستولوا على مصر. مش هو الوحيد اللي كان بيبص على مصر، الصليبيين كانوا مهتمين قوي ان هم يخشوا مصر بسبب انها مفاتيح بيت المقدس، وانهم ما ارتاحوش خالص من الجبهه الجنوبيه اللي موجوده فيها مصر علشان مش عارفين يامنوها، بالاضافه ان مصر غنيه بالموارد الطبيعيه. وعشان كده ملوك بيت المقدس حاولوا اكتر من مره ان هم يستولوا على مصر. بدات من اول حاكم ليهم وهو جدوفري، بس الراجل مات قبل ما يحقق اللي في دماغه، لحد ما يجي اخوه وخليفته الملك بلدوين ويتجمع الجيش ويروح على مصر وينزل عند راس خليج العقبه، وبعدين يروح لحد سينا ويخش دير سانت كاترين. بس للاسف الرهبان رفضوا ان هم يدخلوه وخافوا من الفاطميين، لان مصر في الوقت ده كانت تحت الخلافه الفاطميه. فقال لك خلاص انا هشوف لي حته تانيه، وراح لحد بحيره المنزله وبعدين مات. ومن ساعتها الناس سموا البحيره ديت ببحيره البردويل. وتيجي المحاوله الثالثه بقياده بلدوين الثالث ويتجه على مصر، بس الحكومه الفاطميه عرضت عليه فلوس وان ياخد 160 الف دينار سنويا، وطبعا وافق وخد الفلوس. وتيجي المحاوله الرابعه والاهم والاكثر خطوره، واللي يعملها الملك عموري الاول، واللي يقرر يخش مصر مش مره واحده، لا دخلها 4 مرات، كل مره كان بيسيبها لسبب مختلف. وهنا تبدا اللعبه للسيطره على مصر. ومعانا على الساحه اقوى 2 في الوقت ده، الاول هو نور الدين محمود، اقوى شخصيه اسلاميه في العالم، وعموري ملك بيت المقدس، واللي خد الخطوه الاولى هو عموري بحجه ان مصر ما بعتتش الفلوس، وجمع الجيش ودخل مصر ووصل لحد بلبيس، واللي هي موجوده في محافظه الشرقيه. بس ربك كبير، وبفضل فيضان النيل قرر ان هو ينسحب ويعود لبيت المقدس. بس اللي شافه في مصر خلاه يحاول ان هو يخش تاني. طب شاف ايه؟ اول حاجه ان مصر كانت ضعيفه ولك سهل السيطره عليها، ثاني حاجه ان هي غنيه قوي بالموارد، ودي هتنفعه جدا في ان هو يقدر يسيطر على الشرق. بس قبل ما نقول هو يعمل ايه لازم نبص على مصر في الوقت ده. مصر ساعتها كانت تحت الحكم الفاطمي، واللي هو بيتبع المذهب الشيعي. بس للاسف هي ما كانتش في احسن حال، لان الحكم الفاطمي في مصر انقسم لعصرين، العصر الاول ازدهار وقوه، والعصر الثاني اللي احنا بنتكلم عنه في الوقت ده وهو عصر الضعف والانهيار وازدياده نفوذ الوزراء، واللي بدا بسبب ان مصر تعرضت لمجاعه كبيره واللي عرفت باسم الشتة المستنصره، واللي حصلت في عهد الخليفه المستنصر بالله، وكان سببها انخفاض منسوب النيل، فالزراعه قلت والاسعار ولعت والامراض انتشرت والناس بقت بتموت في الشوارع. ووقتها الخليفه ما كانش عارف يعمل ايه، فجاب واحد اسمه بدر الجمالي وسلمه اداره الدوله، وفعلا نجح في القضاء على المجاعه. ومن هنا اتغير الوضع، وبقى الوزير هو المسيطر على كل حاجه، والخليفه هو مجرد اسم. ده كمان كان يقدر يعين خليفه او يشيل خليفه او يقتل حتى الخليفه. وبسبب ان الكرسي ده والمنصب ده مهم بدا الصراع عليه، كل واحد عايز ياخد الكرسي باي طريقه، حتى لو اجيب ناس طمعين في مصر. ووصلت قمه الصراع على المنصب ده في سنه 558، واللي حدث صراع قوي بين واحد اسمه شاور وواحد تاني اسمه طرغام، وانتصر في الاول طرغام، وهرب وقتها شار على بلاد الشام، وبدا يدور على حد يساعده ان هو يرجع له الكرسي. وليه في وشه نور الدين محمود وقال له لو رجعتني وزير على مصر انا هدفع لك مصاريف الحمله كلها، وكمان هديك ثلث دخل مصر سنويا، واحكم مصر باسمك كمان. وفي البدايه نور الدين محمود كان متردد مش عارف يعمل ايه، بس اللي خلاه خد القرار لما عرف ان طرغام راح يطلب المساعده من عدوه وهو الملك عموري اللي كان طمعان ان هو يستولى على مصر. فوقتها نور الدين محمود قال لك ما بديهاش، انا هخش على مصر، وبعت حمله بقياده اسد الدين شركو. وساعتها اسد الدين شركو خد معاه ابن
ابن اخوه واللي احنا كلنا منتظرينه، وهو صلاح الدين الايوبي. وصلت الحمله لمصر ونجحت ان هي تهزم طرغام وتقتله، ورجعت شاور لمنصب الوزاره. بس للاسف شاور طلع خاين وما عملش وعده، وبعت رشوه 3000 دينار لاسد الدين شيركوه وقال له خدهم حلال عليك وارجع على بلدك. بس رفض وقال له انا هفضل قاعد في مصر وهفضل قاعد لحد ما تعمل اللي اتفقنا عليه في الاول. فساعتها شاور راح جايب المساعده من مين؟ من عموري ملك بيت المقدس، وبدا يحاصر اسد الدين شيركوه وصلاح الدين الايوبي في بلبيس لمده 3 شهور. فنور الدين محمود وقتها بدا الهجوم على الصليبيين في الشرق علشان يخلي عموري يفك الحصار، وبالفعل تنجح السياسه ديت ويعمل الصلح بين الاثنين، بين اسد الدين شيركوه وعموري، واللي هو ان شاور يدفع لشيركوه تكلفه الحمله كلها، وان ينسحب كل من شاور وشيركوه عن مصر. وبعد اللي حصل في الحمله الاولى يقرر نور الدين محمود ان هو يبعت حمله ثانيه علشان ينتقم من اللي حصل، ويبعتها بنفس القائد اسد الدين شيركوه، وساعتها برضه هياخد ابن اخوه صلاح الدين الايوبي. بس الحمله ديت كانت مختلفه تماما عن الحمله اللي قبليها، لان هدفها كان الاستيلاء على مصر وتوحيد الجبهه الاسلاميه، لان في الوقت ده كانت الخلافه العباسيه السنيه موجوده في بغداد بعكس الخلافه الفاطميه الشيعيه اللي موجوده في مصر، واللي عملت انقسام في الجبهه الاسلاميه. بالاضافه انه ياخد حقه وينتقم من شاور بسبب خيانته، وان الخليفه الفاطمي بعت لنور الدين محمود يشتكيه وقال له ان شاور استبد وظلم وسفك الدماء. وشاور اول ما عرف جري على مين؟ على عمور، قال له الحقني المسلمين جايين. عمور واخد الجيش ودخل مصر وقال له تمام يابا، قبل ما اعمل اي حاجه في طلب اخد منك 400,000 دينار، نصهم دلوقتي والنص التاني اخدهم بعد الحمله. تخلى الخليفه الفاطمي بنفسه يوافق على الاتفاق ويمضي عليه، والجيشين يفضلوا واقفين في منطقه الفسطاط قدام بعض، واللي يفصل بينهم هو نهر النيل. وبعد شهرين اسد الدين شيركوه ينزل على الصعيد، وعلى طول عمور يجري وراه لحد ما حصلت بينهم معركه عرفت باسم البيان، وانتصر فيها المسلمين، وكان هيتم القبض على عموري بس قدر يهرب ويرجع على فسطاط. فساعتها اسد الدين شيركوه خد الجيش كله وطلع على اسكندريه، واهل المدينه رحبوا بيه جدا لان اغلبهم على المذهب السني، وان هم محدش فيهم كان طايق شاور بسبب ان هم استعانوا بالصليبيين. ويبدا ظهور صلاح الدين واللي هيفضل قاعد في اسكندريه بقوه بسيطه، واسد الدين شيركوه ياخد الجيش كله ويتجه للصعيد. في الوقت ده عمور يجري جري على صلاح الدين ويفضل يحاصره، ويبدا يقول له لاهل اسكندريه سلموا له صلاح الدين مقابل ان شاور يخفض عليكم المكوس او الضرائب. بس وقتها اهل اسكندريه يرفضوا تماما. بس ساعتها اسد الدين شيركوه هيجي جري من الصعيد على اسكندريه عشان يشوف ابن اخوه ازاي يبقى محاصر وانا موجود، واللي هينتهي الموضوع برضه بصلح تاني. الصلح المره ده هيبقى مختلف، هيعملوا نفس الحاجات اللي كانت في الصلح الاول، بالاضافه ان شاور يدفع 50,000 دينار لاسد الدين شيركوه، وان الصليبيين ياخدوا 100,000 سنويا ويسيبوا جماعه من فرسانهم والمشاهير في مصر. في الوقت ده اسد الدين شيركوه قال له يا عم شاور تيجي نتحالف انا وانت ونقضي على عموري وعلى الصليبيين في بيت المقدس وفي الشام ونحتفل مع بعض ويبقى كده احنا مسلمين. قال له لا، عشان كان خايف من المسلمين اكتر من الصليبيين، وبسبب ان الصليبيين موجودين في مصر عرفوا ان مصر بقت ضعيفه جدا، وقال لعموري تعال خش مصر، مصر بقت زباله وما يقدرش يدافع عنها اي حد. بس في الوقت ده فكر ان هو عايز قوه تانية معاه، فيا ترى ياخد مين؟ قال لك انا هاخد الامبراطور البيزنطي. بس المشكله ان الامبراطور البيزنطي كان عنده مشاكل فما جاش معاه، بالاضافه ان عموري طماع والطمع يقل ما جمع. قال لك انا عايز اخد مصر كلها لوحدي، محدش يشاركني فيها ولا في ثرواتها ولا في اي حاجه. بالفعل ياخد الجيش لوحده ويبدا بالهجوم على مصر. وشاور لما عرف الموضوع خاف قوي، ولان الصليبيين جايين المره ديت علشان طامعين في مصر ويستولوا عليها، عكس كل مره كان جايين يساعدوه كان اصدقاء ليه، انما المره هم طامعين واعداء بالنسبه ليه. وفي الوقت ده يجي شاور ويطلع يقول لك انا هعمل حاجه حلوه، يبعت لعموري يقول له ايه رايك انا هعمل معاك صلح واديك الفلوس علشان نور الدين محمود ما يجيش. في نفس الوقت بعت لنور الدين محمود قال له الحقني عمور جاي يستولوا على مصر، تعالى هات الجيش بسرعه. في الوقت ده نور الدين محمود هيبعت له مين؟ اسد الدين شيركوه ومعاه مين؟ ابن اخوه. والمره ديت كان صلاح الدين كان كاره جدا ان هو يجي الحمله ديت بسبب اللي حصل له في اسكندريه. بس الحمله ديت هي الحمله القاضيه بمعنى اصح. ووصل اسد الدين شيركوه لمصر وبدا يتحالف معاه المصريين كلهم معاه مع اسد الدين شيركوه. في الوقت ده عمرو وقف بص ليهم كده وقال له يا نهار اسود انا هقدر على ده كله ازاي؟ في الوقت ده خد بعضه وجري على مملكته وهي بيت المقدس، وعرف ان السيطره على القاهره مدينه عظيمه زيها صعب خالص ان هو يقدر يعمل مهما كانت ان هي ضعيفه سياسيا او اقتصاديا او عسكريا. ودخل اسد الدين شيركوه القاهره واستقبله الخليفه العاضد استقبال البطل المخلص. وطبعا شاور كان قلبه مليان بالغل والحب، فكان عايز يقتل اسد الدين شيركوه، بس ابنه الكامل قال له ما تفكرش في كده علشان ما اروحش اقول له. فرد ابوه قال له يا ابني انا لو ما عملتش كده هو هيجي يقتلني ويقتلك. فرد ابنه
بكل شجاعة نموت ومصر في ايد المسلمين احسن ما نعيش وهي في ايد الفرنجة. وقتها صلاح الدين كان خايف من غدر شاور واستغل خروجه لزيارة الامام الشافعي وقتله هو وابنه. وقتها الخليفة العاضد عين شركوه على منصب الوزارة، ولكن مات بعد شهرين ويمسك مكانه صلاح الدين. والناس بدأت تسأل هو ليه الخليفة العاضد عين صلاح الدين بالتحديد، مع انه هو كان صغير سنا. كان في قادة مع اسد الدين شركوه اكثر خبرة واكثر سنا، لان الخليفة كان شايفه عيل صغير ما عندوش خبرة كافية في الادارة والسياسة وهيقدر يسيطر عليه، وكان عايز يعمل فتنة وتمرد بين القادة الكبار علشان يشوفوا عيل صغير مسك منصب مهم فيغاروا عليه ويقتلوه ويحصل صراع على السلطة بسببه. ولكن كلهم اعترفوا بوزارة صلاح الدين. وصلاح الدين اول ما مسك الوزارة هيبدأ بقى ايه يظبط اللي حواليه، بداية من المصريين لحد الخليفة لحد ايه نور الدين محمود. طب هيعمل ايه؟ اول حاجة المصريين اداهم فلوس وشال من عليهم الضرايب اللي كانت موجودة ايام الدولة الفاطمية. اما الخليفة العاضد بدأ يحترمه ويقدره. اما بالنسبة لسيده نور الدين محمود فصلاح الدين امر ان اسمه يتقال في الخطبة يوم الجمعة بعد الخليفة الفاطمي، وبدأ يوزع الاموال والاقطاعات على اهله واعطاهم المناصب الكبرى في البلاد. وبالرغم من اللي عمله الا كان في صعوبات في الوقت ده كانت بتواجهه، وخصوصا في الداخل والخارج. في الداخل حصلت فتنة كبيرة ضده وخصوصا من الفاطميين اللي كانت موجودين. اما في الخارج فكانت في حملة صليبية بيزنطية جت لدمياط، بس قدر برضو ان هو يتصدى ليها بعد حصار استمر 50 يوم. وبعد اللي عمله صلاح الدين هيبدأ بقى يفكر ازاي يقضي على الخلافة الفاطمية اللي على المذهب الشيعي ويحط مكانها المذهب السني. اول حاجة عملها عزل اي قاضي شيعي وعين واحد سني بداله، الغاء مجالس الدعاة الشيعية في القصر الفاطمي وجامع الازهر، وابطل اذان الشيعة واغلق جامع الازهر، وانشأ المدارس المختلفة لتعليم المذاهب السنية الاربعة. وفي نهاية المطاف قام باسقاط اسم الخليفة الفاطمي في خطبة الجمعة وذكر مكانها اسم الخليفة العباسي. وعلى طول الخليفة الفاطمي مات لما عرف ان اسمه اتشاب من خطبة الجمعة. وبكده ترجع مصر لولاية سنية بعد قرنين من الزمن على المذهب الشيعي. وبكده صلاح الدين بقى شخصية مهمة، قدر يقضي على حاجات كتير صعب ان حد يعملها. في الوقت ده سيده نور الدين محمود بدأ يخاف منه ان هو يستقل بمصر عنه، فبدأ يحصل بينهم اضطرابات، بس القدر لعب لعبته وساعتها يموت نور الدين محمود، واللي يفضل على السلطة شخص واحد وهو صلاح الدين الايوبي. وبدأت الاراضي تتوزع لاولاده والطامعين في البلاد. فعلى طول صلاح الدين الايوبي خد الجيش من مصر وبدأ يتوجه لبلاد الشام بحجة يوحد الجبهة الاسلامية، والفعل قدر يجمع المسلمين تحت رايته. وقتها الخليفة العباسي يبعت له ان انت حاكم مصر وبلاد الشام، من وقتها تبقى رسميا يوم الدولة الايوبية في مصر وبلاد الشام، واللي هتعمل حروب كتير وانتصارات اعظم وتكسر شوكة الحملات الصليبية. يا ترى ايه اللي هيحصل؟ شوف الحلقة الجاية.